السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ بسم الله. واليوم باش نعملوا شوربة الفطر. خديت 300 جرام فطر، معها نصف راس بصل ونصف راس كراث، ومعاهم مرق نتاع اللحم والا مرق الدجاج، كأس نتاع 220 مليلتر، ومعاهم كريمة الطبخ زيادة كيف كأس، ومغرفة متاع أكل فرينة. اللي يحب زوز مغارف فرينة نجمو. معاها ملح وجوز الطيب وفلفل أكحل. هذم هما المكونات اللي باش نعمل بيهم. بالنسبة للفطر راهو ما يتغسلش، يلزم ناخدو منديلة مندية هكايا نبلوها شوية مندية، ونبدأ نمسح بها في الكعبات، في العقل تمسحهم لين يتمسحوا بالكدا. اللي يحب يقشر هذه الطريقة نتاع التقشير نتاعو، انا ما ننصحكمش، انا على خاطر ما قشرتوش، راهو قصيته كمن هو، اما حبيت نوريكم اللي يحب يقشر. بالنسبة للتقطيع نتاع الشامبينيون والا نقولوا الفطر كما تحبوا انتوما، تحبوا تقصوه مكعبات والا تحبوا تقصوه كيف هكايا، كما تحبوا ميسيلش، مش حتى مشكلة. بالنسبة للزبدة حطيت الزبدة المصدر نتاعها حيواني، يعني نتاع بقر. تحبوا تحطوا زيت زيتونة زيادة كيف تنجموا تحطوا زيت زيتونة. حطيت البصل والكراث توا باش نخليهم شوية، ماذا بينا نقصف الغاز، نخليوش النار عالية برشا. من بعد ما حطيت الفطر يلزم نقعد نقلي فيه هكايا لين يهبط الفطر وينقص في الفوليوم نتاعو. من بعد نحط له مغرفة الفرينة، اللي يحب يعني الشوربة نتاعو اكثر يزيد مغرفة اخرى فرينة. من بعد ما قليت شويه الفرينه توا نحط الماء نتاع المرق هذاكيا، ونقعد نحرك فيها باش الفرينه هذيكيا ما تعملش التكتلات، نحلها بالكدا لين تهز غلوه، ونحط معاها الملح وجوز الطيب والفلفل الأكحل. بعد ما طاب الفطر نحط كريمة الطبخ، كيما نجم نحط زاد حليب كامل الدسم، لكم الاختيار. توا الشوربة عقدت طابت ما شاء الله. توا باش نسربيها في الصحن، وبقى لي كان نقول لكم في الامان وبسلامة في رسالة أخرى جديدة. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال.